سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لا يشكر الله من لا يشكر الناس، ولهذا فشكرا لكل من دعمنا ولو حتى بمشاهدة. بكم نرتقي ولأجلكم سنصبح الأفضل. قفلنا في الحلقة اللي فاتت بعد ما مسك بطلنا مانكي وخلص على كل أتباعه من الغيلان، ولما فتح عينيه بعدها كان متعصب جدا لأنه اتقبض عليه بواسطة جوبلين ضعيف. بيقول له جوبو لحظتها يهدي أعصابه لأنه مش هيسامحه بعد ما أهانه بالشكل ده مهما حصل، لكن مانكي بيسخر منه وبيقول له لو راجل وريني هتعمل إيه يا جوبلين. ومن كلامه بنفهم إن مانكي وحش من نوع تاني غير الجوبلينز. بعد شوية من التعذيب بيتحول مانكي لبطة بلدي وبيقول له أنا آسف يا باشا، شوف بس أنت عايز تعرف معلومات إيه بالظبط وانا هقول لك على طول يا معلم. بيبدا جوبو بسؤاله عن القبيله اللي هو منها بالظبط، وايه اللي ممكن يخليه يجي لكهف بعيد عن قبيلته الاصليه اساسا. بيرد عليه مانكي بانه من قبيله ملك الوحوش الموجوده غرب الغابه الشيطانيه، ومع ان مقر قبيلتهم الاصليه هناك، الا انه كان جاي الكهف ده بس باوامر من الزعيم عشان يجيب له حاجه منه. بيستغرب جوبو لما بيسمع ان الزعيم بتاعهم من الجوبلينز وبيساله عن مستواه الحالي. بيرد مانكي بانه من رتبه سيد الجوبلينز وقريبا هيتطور الى رتبة ملك الجوبلينز، ومع اني لسه معرفش ايه رتبة سيد جوبلينز دي حاليا الا انها اكيد اعلى من رتبة جوبلين بطل، وده معناه ان الزعيم ده بعد ما يترقى هيكون اعلى من جوبو برتبتين كاملين. بيكمل مانكي بان الحاجة اللي هو راجع ياخدها من الكهف تبقى واحدة من كنوز الزعيم، بما ان قبيلتهم كانت عايشة في الكهف ده من فترة مش بعيدة. الكنز اللي بيتكلم عنه مانكي ده اسمه خاتم الشيطان النجمي من الرتبة السبعة. جوه الخاتم ده يقدر صاحبه يحبس روح اي شخص، وكل ما زادت قوة الروح دي كل ما هتزيد قوة الشخص اللي هيلبسه. بيعثر بطلنا على الختم ده بمساعدة مانكي بالفعل وبيكون طاير من الفرحة بيه، في حين ما كان مانكي بيطلب منه يحرره بقى بما انه اجاب على كل اسئلته خلاص. بيقول له بطلنا عينيا ليك، ولكنه بيجرح ايديه وبيحط دماغه جوه الخاتم، وطبعا مانكي عارف كويس ان دي طقوس حبس روحه جوه الخاتم وعشان كده بيكون مصدوم. بكل هدوء بيقول له بطلنا انه هيحرر جسده بالفعل ولكنه هيحبس روحه بس جوه الخاتم. قبل ما يحاول مانكي يقاوم حتى بتبدأ روحه تخرج وتدخل خاتم جوبو، وللأسف حتى مش بيعرف يقول له عملت كده ليه يا ابن الغدار انت. مع كل جزء من روحه كان بيدخل جوه الخاتم كان بطلنا بيشعر بقوته بتزيد، وبصوت عالي بيقول انه ما تخيلش وجود خاتم فاجر كده جوه الكهف. ما هي قوته حاليا زادت بمقدار 200 نقطة من غير ما يتعب في اي حاجة يا صديقي، ومع انه شايف ان الزيادة دي ضئيلة جدا ومش هتفيده ضد زعيم قبيلة ملك الوحوش دي، الا انه لو قدر يعثر على روح مستواها اعلى فقوته هتزيد بشكل اكبر. المشكله الحاليه بقى ان قبيله ملك الوحوش دي شكلها في نفس قوه احدى مدن البشر، واكيد هيبعتوا ناس اقوى يدوروا على الخاتم لما يعرفوا ان مانكي مات. ومن هنا بقى بتيجي لبطلنا فكره انه يحاول يوقع بينهم وبين البشر، بس قبل ما يفكر في طريقه يعمل كده بيها بالظبط بتنادي عليه قاتله الغيلان مي. بتساله مي لو كان مانكي ده من قبيله ملك الوحوش، وسؤالها ده بيخلي جوبو يندهش وبيسالها لو كانت تعرف القبيله دي. بترد عليه مي بانها عارفاها طبعا وان قوه القبيله دي كبيره جدا، ومن الافضل انه ما يحاولش يعمل معاهم عداوه لانه هيدفع الثمن غالي وقتها. بتكمل بان قبيله ملك الشياطين دي تابعه للمقبره العظيمه، والمقبره دي قويه جدا لدرجه ان حتى امبراطوريه قلب الاسد بتخاف منها. طبعا الاسامي دي جديده على بطلنا وعشان كده بيسالها مقبره مين وامبراطوريه ايه يا وليه. بترد عليه بان دي الامبراطوريه اللي تبقى قريه النور جزء منها اساسا. اما عن المقبره العظيمه فهي زي ما تكون كده دولة خاصة بالوحوش، والدولة دي بتحكم آلاف الأميال من الجزء الغربي من غابة الشياطين. ولما بتوضح لبطلنا إن في وحش من الرتبة ال 12 تبع المقبرة دي بيتصدم وبيكون مرعوب، ما هو قتل واحد من أتباع أشخاص بالقوة دي، ولو بعتوا ناس يدفعوه الثمن أكيد مش هيقدر عليهم. وقتها بقى ولحسن حظه بتجيله فكرة جامدة وبيطلب من مي تركز معاه. الفكرة دي هي إنه يرجع روح مانكي لجسده من تاني، وبعدين مي هتستخدم عليه دماء ملك الجوبلينز عشان تتحكم فيه. سبب رغبته في التحكم في مانكي هو ارساله من تاني لقبيلة ملك الوحوش. لما يوصل هناك هيبلغ زعيم القبيلة بحوار سرقة الخاتم بتاعه، ولكن بدل ما يقول ان جوبو اللي سرقه هيقول ان امبراطورية قلب الاسد هي اللي عملت كده. بتتصدم البت من تفكيره وبتسأله لو كان يقصد انه بيستهدف كل من عائلة استامان وفيرميون النبلاء، وساعتها بيأكد جوبو على كلامها وان ده هيكون افضل حل لضرب عصفورين بنفس الحجر. بنروح بعدها لعصر
لعاصمة إمبراطورية قلب الأسد وتحديدا لقصر عائلة فيرميون الفاجرة. هناك يا صديقي بنشوف إيرل ابن فيرميون منبطح على الأرض وبيحاول يكلم أبوه ويشرح له اللي حصل معاه بالظبط لأنه بيكون منفعل عليه جامد. فبيقول له إيرل إن جيش الجوبلينز اللي حاربوهم ما كانوش جوبلينز عاديين، وكانت قوتهم كبيرة جدا وذكائهم عالي وطبيعي إنهم يفوزوا في المعركة. وبينما كان بيوضح له إيرل إن حتى فريق الساحر جري صاحب الرتبة المسية كله تم إبادته، بنشوف إن علامات الغضب عمالة تزيد أكتر على وش أبوه فيرميون. بعد لحظات بيجيب فيرميون آخره وبيصرخ على إيرل عشان يسكت، وبيقول له إن هو ولودر جلبوا العار لعيلة فيرميون وستامان. بينهار الواد من صرخات أبوه عليه وبيعتذر له بشكل متكرر، وبيقول له إن قوة الجوبلينز دول كانت كبيرة جدا، وخصوصا الزعيم بتاعهم واللي قوته قد تصل لنفس قوة مغامر من رتبة الأبطال. المشكلة الحالية إن إيرل هو الابن الأكبر لعائلة فيرميون، وده اللي حولهم لإضحوكة بين كل العائلات التانية. وطبعا فاللي بيعمله إيرل ده كان بيزود الأمور سوءا، وده اللي خلى أبوه يطلب منه يخرج بره بصوت مليء الغضب. بتنقطع أفكار فيرميون بصوت استمان أبو لودر اللي بيدخل عليه القصر، وبيتضح إنهم الاتنين من رتبة كونت، وده بيفسر سبب أهميتهم في الإمبراطورية. بيقول له استمان إنه جاي عشان يتحد معاه ويستعيد سوا شرف عائلتهم بعد ما ضيعوه ولادهم الكبار بسبب ضعفهم الشديد. بيقول له فيرميون لحظتها إنه كان بيتمنى يقدروا يوجهوا جيشهم للانتقام من الغيلان، ولكن الإمبراطور أمر بمنع تحريك الجيوش بتاعت أي نبيل أعلى من رتبة فيسكونت. وبما إنهم الاتنين كونتات ورتبتهم أعلى من فيسكونت فأمر الإمبراطور بيشملهم برضه. بيضحك استمان لما بيسمع كلامه ده وبيقول له إنهم لو فضلوا واقفين يتفرجوا بس سلطتهم في الإمبراطورية هتنخفض. ما هي حاليا كاهنة السيف بتعمل كل حاجة بنفسها، وحتى لما عيالهم حاولوا يكونوا مفيدين خدوا على الحنبلة ورجع واحد منهم بيعيط. للسبب ده يا صديقي فاستمان شايف إن فيرميون يقدر ياخد معاه ابنه ويروح للحاكم، ولما يشرح له الموقف اللي حصل أكيد هيسمح لهم بحشد جيش صغير. فحتى لو كان كل واحد منهم هيقدر يحرك 1000 جندي بس من جيشه، استمان واثق إن العدد ده هيكون أكتر من كافي للقضاء حتى على جوبلين من رتبة ملك. بيعجب فيرميون كلامه لدرجة إنه حتى بيقوم من مكانه وبصوت عالي بيقول إنه هياخد ابنه العقف لحاله ويروح للحاكم. بتعدي شوية أيام بقى وبنرجع من تاني لكهف الغيلان اللي بيكونوا كاتمين ودانهم بسبب حاجة. بنعرف وقتها إن الحاجة دي تبقى صوت المسدس اللي صنعه جوبو حديثا، وكان بيجربوا على تفاحة موجودة على دماغ لودر بما إنه لو مات كده كده محدش هيزعل عليه. بيقول جوبو لحظتها إنه حتى هو نفسه متوقعش إن السلاح هيطلع جامد كده من أول مرة، في حين ما كانت تيا بتترجى يعلمها إزاي تستخدمه بما إنه بيشبه القوس. لكن وللأسف محادثتهم سوا دي بتنقطع بدخول جو عليهم، واللي بيقول لهم إن البشر بيتجمعوا بأعداد كبيرة في قرية النور. بيوصل لحظتها جوبلين تاني كان مكلف بمراقبة الجبهة الغربية، وبيقول له إن في عدد كبير من جوبلينز قبيلة ملك الوحوش بيتحرك ناحيتهم برضه. بيبتسم جوبو لحظتها وبيقول إن خطته نجحت والحرب اللي كان عايزها على وشك إنها تبدأ. بنرجع بعدها شوية وقت لورا وبنروح لقبيلة ملك الوحوش، واللي بنشوف فيها مانكي ميت بعد ما الزعيم قضى عليه تماما. السبب في كده طبعا هو إنه ما قدرش ينفذ الأمر بتاعه ويسترجع الخاتم، وكمان سابه يقع في أيدي البشر اللي ملهمش أي لازمة. بيصرخ بعدها الزعيم على أتباعه وبصوت متعصب بيقول لهم ينطلقوا في الحال ويروحوا يسترجعوا خاتم الشيطان من البشر. في قرية النور بقى بنشوف وصول جيوش النبلاء، وبيكون في استقبالهم العمدة الجديد للقرية ومعاه أتباعه كمان. بيرحب بيهم العمدة واللي بيتضح إنه النادل بتاع حانة نقابة المغامرين أساسا. بعد الترحيب بيسألوا استمان وهو في حالة دهشة عن مكان وجود كاهنة السيف جونا. بيوصل للمكان وقتها شنبه بيقول له إنها راحت مشوار مهم جدا، وبيسأل النبلاء عن سبب وجودهم بجيش ضخم كده في مجرد قرية صغيرة. بيبص له استمان بدونية في البداية وبيقول له مالكش دعوة ياض يا قروي، وبيطلب منه يغور من وشه لأن أمثاله مش من حقهم يكلموه. لكن كل ده بيتغير بعد ثواني يا صديقي لما بيهبط شنبه عليه وبيقول له إنه صياد من رتبة الأبطال وكمان حصل على لقب قاتل التنانين. فبيبتسم له استمان وبيعتذر له على الكلام اللي قاله في البداية، وبيوضح له إنهم جايين بس عشان يهزموا الجوبلينز اللي خطفوا لودر. قبل ما يخلص استمان كلامه حتى بيتفاجأ بالجنود بتوعه وبيصرخوا بصوت عالي وبيقولوا له إنهم بيتعرضوا لهجوم في غاية القوة. ومع شوية تركيز من استمان بتجيله الصدمة بقى يا صديقي، لأن الهجوم ده بيكون من طرف الجوبلينز اللي هو أصلا رايح عشان يهجم عليهم. بيسحب فيرميون سلاحه وقتها بسرعة وبيقول إنهم محظوظين لأن الجوبلينز الأغبياء جايين يهجموا عليهم بنفسهم وهيوفروا عليهم البحث عنهم. بيزداد فيرميون دهشة أكتر مع كل جوبلين بيخلص عليه، لأنه مش فاهم إزاي الفئة الضعيفة دول من الوحوش جايين يهجموا عليهم.
ما هو يا صديقي برضه مفيش ولا جوبلين منهم خلص على أي بشري بالظبط، وكأنها مجزرة من طرف واحد والبشر فيها هم الجزارين. كالمعتاد بيظهر بطلنا بعد شوية على ظهر التنينة بتاعته عشان يشوف تطورات المعركة، ولكنه بيحافظ على مسافة بعيدة بحيث إن محدش من البشر يشوفه أبدا يا صديقي. بيعدي الوقت بعدها بسرعة على هجوم الجوبلينز، وبنشوف فيرميون متعصب وبيقول إنه لما يرجع هيعجن ابنه إيرل ضرب لأنه اتهزم من الزبالة دول. بيبص لأتباعه الفرسان بعدها وبيقول لهم عاشت إيديكم يا رجالة، لو كملنا على نفس الشكل ده هننتصر في الحرب كلها في أقل من ساعة. بس ده طبعا مستحيل يحصل لأن الحرب الأصلية لسه هتبدأ أساسا. وبيفهم فيرميون كده لما بيشوف جنوده كلهم بيموتوا من هجوم واحد. صاحب الهجوم ده طبعا بيكون زعيم قبيلة ملك الوحوش الفاجر، واللي بيدخل دخول رايق، ولكني للأسف مش شايف حواليه أي حرايق. بيدوس الزعيم على كل الجنود اللي شايفهم وسط مكان بطلنا بيفحص مستواه، وبيعرف انه من المستوى 79 وقوته الكلية 3000 نقطة. بيتفزع جوبو لأنه قوته أكبر حتى من ملكة التنانين، وبيقول يا ريتني كنت زيه، ولكنه يقصد زيه في القوة بس من غير ما ياخد نفس الشكل الزبالة. بيرفع الكونتس تهمان صوته على كل الفرسان وبيقول لهم يتراجعوا في الحال، لأن اللي ظهر أمامهم ده مستحيل يكون مجرد جوبلين عادي. بصوت واطي شوية بعدها بيسأل استهمان لو كان ده ملك الجوبلينز، ولكن فيرميون بيرد بأنهم هيعرفوا بعد ما رجالتهم يشتبكوا معاه. لكن وقبل ما ده يحصل بتوصل واحدة أول مرة تظهر للمكان وبتنادي على استهمان. لحظتها بقى بيتضح إن البت دي اسمها لورا أخت لودر العبيط، وبتطلب من أبوها يسيب عليها هي وفريقها عملية التخلص من الزعيم. بيوافق استهمان على طلبها لأن الفرسان مشغولين بالقضاء على الجوبلينز، ولكنه بيحذرها من الخسارة عشان ما تكونش زي أخوها الفاشل لودر. بيبدأ الساحر اللي مع لورا أول الهجمات وبيستخدم فيها سحر النار شديد القوة، واللي بيصيب الزعيم في وشه، ولكنه مش بيتسبب له في أي ضرر يا صديقي. وللأسف بنعرف بعدها إن هدف الفريق من الهجوم ده ما كانش إصابة الوحش وإنما جذب انتباهه، وبتطلب لورا من أتباعها يجذبوا الوحش خارج القرية عشان ما حدش من السكان يتأذى. في البداية بيكون جوبو مفزوع وخايف لحسن يجروا في اتجاه جيش الجوبلينز بتاعه، لكنه بعد شوية بيتضح إنهم بيجروا في ناحية تانية، وده بيخليه يشعر بالراحة ويقول هيح. المشكلة الوحيدة اللي هو شايفها حاليا إن لورا شكل مستواها عالي، وكان بيتمنى ياخدها الجيش الشايبة حليب بتاعه، ولكنها أكيد هتموت. بيعدي على الحوار ده شوية وقت بعدها وبنشوف إن الزعيم خلص على كتير من الجنود، وللأسف منهم بيكونوا بعض من الفريق بتاع لورا اللي كانت فرحانة بيه في البداية يا صديقي. للسبب ده بنشوف علامات الغضب مالية وش وين أصفر الشعر، وبيقول إنهم لازم ينتقموا لكل زمايلهم اللي ماتوا. للسبب ده بنشوفه بيكلم زميله الساحر وبيقول له يستمر في جذب انتباه الوحش بحيث إن لورا تقدر تغفله بالضربة القاضية وتخلص عليه. بالفعل وخلال ثواني بتبدأ لورا تشحن طاقتها كلها في الرمح بتاعها، وبتقول إنها لازم تهزم الوحش عشان تثبت للكل إنها فخر الأكاديمية. المدهش في الأمر إنها بتقدر تصيبه بجرح شديد لدرجة إنه بيخترق دراعه، مع إن المفروض إن فارق القوة الكلية بينهم كبير نسبيا يا صديقي. عشان كده بنشوف جوبو بيقول في نفسه إن عملهم الجماعي مبهر، لأن قوة لورا 1700 وأتباعها 1000 بس، ورغم كده عرفوا يصمدوا أمام الزعيم طوال الفترة دي كلها. أما عن ملك الوحوش فبينفعل وبيبدأ يستعد لتنفيذ هجوم الزئير الملكي بعد ما بيصرخ على لورا وبيقول لها إنه مش هيسامحها على هجومها المفاجئ. المصيبة إن قوة الزئير دي بتكون شديدة جدا، يعني ممكن تموت البشر مش بس تخليهم يغمى عليهم، وده اللي بيخلي بطلنا مرعوب وبيقول إنه لازم ياخد وضعية دفاعية في الحال. ما هو يا صديقي الهجوم كان أصله واسع المدى بشكل عنيف شويتين، لدرجة إنه كان هيصيب التنينة وكمان معاها جوبو اللي على ظهرها. بيقول جوبو في نفسه لحظتها إن الحوار غريب لأن الزعيم أقوى منه بكتير، مع إن فارق القوة بينهم أقل من 1000 نقطة وبس، لكن يظهر كده إنه مش هيعرف يفكر لوقت أطول لأنه بيأمر التنينة حورية تبعد شوية عن المعركة، بما إنه ملاحظ إنها متأثرة بسبب زئير ملك الوحوش الفاجر. طبعا معظم أعضاء الفريق بتاع لورا بيموت نتيجة الهجوم ده أو كله تقريبا، وده اللي بيخلينا نشوفها قاعدة على الأرض منهارة ومصدومة وحتى مش عارفة تتكلم. وإزاي هتتكلم أساسا يا معلم وفي زعيم ضخم اسمه عطوة بيقترب منها وبيقول لها صباح الشيبة حليب. بآخر ما تبقى للبت من قوة بتصرخ بصوت عالي وبتنادي على أبوها عشان يساعدها. في نفس الوقت ده لكن داخل أسوار القرية بنشوف معركة الجوبلينز مع الفرسان لسه مستمرة، وشكلها كده مش بتخلص ولا هتخلص أساسا. لكن ولما بيقترب منهم الزعيم عطوة من جديد بيشوفوا شنبه وبيشاور لكل النبلاء عليه. بيبصوا الاتنين ناحيته وساعتها بتجيلهم الصدمة لأنهم بيشوفوه شايل لورا باستخدام شعره أو مجساته، مش عارف دي الصراحة بالظبط. مع رؤية استمان لبنته في إيد الوحش مش بيقدر يتملك أعصابه وبيجري
بيجري عليها عشان يساعدها، في حين ما كان فيرميون بيحاول يقول له يستنى شوية لأنهم على وشك الانتصار في المعركة. بيرفض ستامان يسمع أي كلمة منه لأنه مش هيسيب بنته للجوبلينز، بما إنه يعني عارف إن حياتهم كلها شايبة حليب ولو خطفوها هتبقى أتوبيس 50 راكب. لكن طبعا ولأن قوة ستامان أضعف حتى من بنته فبيوجه له عطوة لكمة بكل سهولة، وباللكمة دي بيخلص عليه وبيموت ستامان الحزين دفاعا عن شرف بنته. بيتخذوا بسرعة الجنود تشكيل دفاعي قوي عشان يمنعوا عطوة من الاقتراب أكتر، لأنهم خسروا كنت بالفعل ومش عايزين يخسروا التاني. أثناء محاصرتهم للزعيم بينادي فيرميون على شنبه بسرعة وبيطلب منه يسدد الضربة القاضية للوحش بما إنه البطل. بيلعب شنبه دوره بالفعل وبيقول في نفسه إنه لازم يهزم الوحش أمامهم، وبيهاجموا فعلا بكل قوته وهو بيقول إنهم أكيد هيعترفوا بيه كمغامر من رتبة الأبطال لو انتصر. مع نهاية هجوم شنبه بنشوف عطوة بيحترق ومش بيتحرك نهائيا كمان. لحظتها بتملى فرحة وش شنبه وبيقول إنه كان عارف إنه قوي وفاجر من زمان، وبيبص للنبلاء وبيسألهم لو كانوا اقتنعوا خلاص إنه صياد من رتبة الأبطال ولا لسه عايزين إثباتات أكتر. المصيبة إن غباؤه ده بيدي فرصة لعطوة إنه يصلح جسده من تاني ويهجم عليه من الخلف، وللأسف العبيط شنبه مش بيقدر يحمي نفسه أبدا وبيموت بعد ما بياكله عطوة. وسط صدمة كل الحضور في أرض المعركة بيلاحظ جوبو انتشار الغبار، وده اللي بيخليه يطلب من حورية تقترب من الأرض شوية عشان يشوف اللي بيحصل بعينيه. السبب في كده إنه واثق إن عطوة بيتطور خلاص بشكل رسمي من سيد غيلان إلى رتبة ملك، ولكنه عايز يشوف التحول ده بنفسه ويفحص مدى قوته والتطور اللي حصل له. بيعرف جوبو من الفحص إن الوحش وصل إلى المستوى 80، ولأنه تطور حديثا فقوته الكلية زادت 100 نقطة بس. المشكلة اللي حاليا إنه بيلتهم الفرسان وده مش هيسيب لأتباع جوبو أي فرصة لرفع مستواهم. بس ولحسن الحظ بينفعل عطوة على كل أتباعه وبيقول لهم إنه شافهم بيحاولوا يهربوا، ولو استمروا في اللي هم بيعملوه ده أو رفضوا يهجموا على القرية هيموتهم دون تردد. بيأمر فيرميون الفرسان بالتراجع بسرعة وإغلاق مداخل القرية كلها، في حين ما كان عطوة بيهدد أتباعه إن البوابات لو تم إغلاقها هيموتهم هم بدل البشر. لما بيشوفهم جوبو بيجروا ناحية القرية بيكون هيطير من الفرحة طبعا، لأنهم كده سابوا جثث الفرسان سليمة ويقدروا أتباعه يتغذوا عليهم. بس ولأن مفيش وقت حاليا لالتهام الجثث في المكان ده، فبنسمع جوبو بيطلب من الجوبلينز ياخدوا الجثث للمخبأ بتاعهم حاليا. خلال ثواني من بداية عملية جمع الجوبلينز للموتى بيظهر ضوء شديد من داخل القرية يا صديقي، وساعتها بيشك جوبو إن كاهنة السيف جونا رجعت وبيأمر أتباعه يهربوا للكهف في الحال. جوه القرية بقى وأخيرا بيواجه عطوة فيرميون وبيحاول يطلب منه خاتم الشيطان ولكنه بيرد بأنه مش معاه. بينفعل عليه عطوة وبيمسكه بقوة وهو بيقول له إنه كذاب، لأن التابع مانكي قال له إنك كنت هو اللي سرقه منه وضربه على قفاه. المشكلة إن عطوة بيلاحظ إن فيرميون مستعد يموت، وساعتها بيشك إنه بيتكلم جد وبيسأله لو كان يعرف مين اللي خده طاب. لكن وقبل ما يجيله رد من فيرميون بيتفاجأ بهجوم بيقترب منه بسرعة وبيقرر إنه يسيب الكونت ويتصدى ليه في الحال. بس قبل ما يعمل كده بينزل سيف من السماء تجاهه فبيدفع نفسه للخلف بسرعة، وبيتضح إن السيف ده خاص بكاهنة السيف اللي بتكون متعصبة جدا من اقتحامه لقريتها، ومع إنها هي لوحدها أكتر من كافية إنها تتسبب في حالة رعب للحزين عطوة أساسا، إلا إننا بنعرف إنها رجعت ومعاها فريق الصيادين الفاجر كمان. بيظهر لحظتها أول عضو في الفريق ده وبيكون مارشال مستخدم الرمح. ورا مارشال بنشوف أوستن مستخدم المطرقة اللي فاكر نفسه قرصان باين، وبتكون معاها الرامية إيما اللي بتطلب من مارشال وجونا يبطلوا يخوفوا عطوة الضعيف. بيبكي فيرميون من الفرحة لما بيشوفهم وبيقول أنا كده اتكتب لي عمر جديد، لأن جونا رجعت وكمان معاها أقوى فريق من المغامرين في المقاطعة كلها. ولحد هنا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا، فلو عجبك الملخص ما تنساش تدعمنا بلايكاتك الجميلة وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.